السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وعافية. واهلا بيك يا سندريلا في اسرار سندريلا. النهارده ان شاء الله هنكون مع بعض في الروتين المسائي. بعمل ايه مع فيروز قبل ما تنام، يعني حاجات كده ان شاء الله تكون معلومات مفيده تاخدوها كده مقتطفات من الفيديو. زي ما قلت لكم فيديو الروتين، مش ان انت بتتفرجي على واحده بس بتقعد تعمل ايه وتنظف وبتاكل وبتتعشى ايه. لا لا لا، الفيديو هو ان انت تلقطي حاجات مفيده هتستفيدي بيها في حياتك، في لبسك، في علاقتك باولادك، تعاملك معاهم، كل دوت بتبقى الفايده من الروتين. اوكي، اتمنى من الحبايبي اللي اول مره بيشوفوا القناه عندي يا ريت ما تحرمنيش من ان انت تعملي اشتراك ولايك للفيديو وتفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. اوعي تنسي تشتركي، اوعي عشان ما ازعلش، اشتركي عشان خاطر اشتركي. اوعي تشوفي الفيديو وتطلعي كده ولا تعملي اي اشتراك. ماشي، استناكي استناكي، انا شايفاكي اهو، شايفاكي اللي بتخرجي من غير ما تعملي سبسكرايب. يلا بينا نشوف الروتين. ده بنات شكل العسل اللي انا بستخدمه. انا بحب النوع ده جدا اللي هو لونا دو ميال، هو فرنساوي. انا كنت جايباه من سلطان. انا بحب النوع ده جدا لان في انواع تانية بحسها بتبقى تقيلة وبيبقى لها ريحة كده مش عارفة، وبيبقى تحس حتى اللون بتاعه بيبقى غامق. بس انا بحب النوع ده عشان تحسيه فاتح كده وشبه العسل النحل بتاع مصر. فانا حطيت لها بس يعني ربع معلقه سكر نونو، ولو كمان كده ممكن ما نحطش خالص ونستبدله بس نقطه بسيطه كده من العسل النحل. بجد تفرق جدا، وبالذات الصبح، يعني الصبح كمان بيبقى حلو قوي قوي. وبيقوي المناعه شويه. انتوا عارفين الفتره دي كلها امراض، دخول بقى الربيع، كل سنه وانتوا طيبين. هتلاقوا بقى امراض والجهاز التنفسي وامراض الجيوب الانفيه والبرد والملح، حاجه يعني ما اقولكوش. فمعلقه العسل الابيض مهمه جدا الصبح وقبل النوم. حاولوا تحافظوا عليها جدا. انا هحاول طبعا ناكل البليله، يعني كلت منها معلقتين، كلت منها 3 او اي فايده. بعد كده بقى هنعمل التواليت بتاعنا ونغسل سناننا. المعلومه اللي انا حابه اقولها لك النهارده يا سندريلا هو خلي بالك قوي 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 من الالتهاب بتاع مجرى البول، خصوصا عند البنات. طبعا هي بتعمل بيبي هناك في الحمامات هناك مش زي بيوتنا طبعا، اي كلام، مش نظيفه. ورغم ان انا بتيجي على طول وبشطفها وبتاع، لا قعدنا شهرين حكه رهيبه، حرقان، كانت متبهدله. فالصيدلي قال لي زوجي اللي هو على الستال اللي هو بتاعنا ده العادي، بس انا بحطه في العلبه دي، بخففه نقطه بس، والباقي ميه دافيه. وخصوصا كمان ان الفتره دي كانت الميه ساقعه قوي بتطلع من الرشاش، فكان كمان بيزود الالتهاب. فبعمل ميه دافيه من الحنفيه وبحط عليها نقطه من المحلول الملح ده الرغوي، وبشطفها بيه. فبجد خلي بالكم، يعني مثلا هو طبعا ما تزوديش فيه، يعني ممكن مره حتى في الاسبوع او مره كل اسبوعين، بس دايما تحافظي ان انت تعملي لها بيه. انا كنت يعني انا في معتقد ان ما ينفعش للبنات، لا هو قال له بس نقطه منه وتخففه بميه كتير جدا دافيه وتشطفها بيه. فالنصيحه دي بجد يا ريت تاخدوا بالكم منها، لان انا بقول لكم عانيت جدا جدا جدا. هات بابا شطور. طبعا قبل ما هي بتنام انا متعوده ان انا على طول بروح فكلها شعرها ولفهولها كحكه لفوق، بحيث لما اجي بقى تصحى من النوم ما يبقاش منكوش وهو عامل في بعضه وكده، هيبقى اسهل بالنسبه لي. الزيت ده انا بستخدمه هو بالكرياتين،
بصراحة وهم ما بيلزقش الشعر، ما بيخليش الشعر كده من اللعب والجري والعرق يملى تراب. يعني بصوا حتى بقى قد ايه. بس هو كان بصراحة سعره عالي شوية، يعني هو كان عامل 4 دينار، 4 دينار وحاجة يعني تقريبا. مش عارفة باين لكم في الكاميرا ولا لا. فبس هو بصراحة يستاهل. هي العبوة مش كبيرة وهو يعني وسعره عالي شوية، بس هو يستاهل. وده شكله اهو. انا كنت جايباه من جمعية حوالي، اللي هي الرئيسية، اللي هي لا فرع واحد، دي مش الرئيسية، اللي هي الجمعية الرئيسية لجمعية الروضة نفسها، لكن دي فرع واحد اللي هي بنات جنب برجر كينج وبيتزا وكنتاكي وكده. دي هتلاقوه موجودة ان شاء الله هناك. انا عودتها بقالنا قد ايه يا روزي؟ قرأنا كام قصة؟ احنا قرأنا من الاول قصة سيدنا ادم، وقصة سيدنا ابراهيم قرأناها، وقرأنا دي وقصة نوح قرأناها، ويونس لسه. بصي لسه قصة سيدنا يونس وقصة سيدنا محمد، دول خلوهم مع بعض. وقصة سيدنا عيسى قرأناها، عيسى ابن مريم قرأناها. وسيدنا موسى خلاص، ويوسف خلاص. كله خلاص. يبقى هو لسه اللي ايه اللي معاكي. المجموعة دي انا كنت جايباها من مول مصر. في ناس كده بتبقى واقفة بتبيع كتب وكلام من ده. لسه الاتنين دول يا حبيبي. عودتها بصراحة على القراءة وعلى ان هي نقرأ قصص يعني. بصراحة هي بتبقى مبسوطة. اي نعم بنقعد شوية كتير عما بتنام، بس هي بتبقى مستمتعة يعني. ممكن بقى دول لما خلاص كده ما عادش الا قصتين، نجيب بقى قصص تانية. احنا كده هنقرأ ايه بقى بعد كده؟ مش عارفة. نخلي بابا بقى يبقى يجيب لنا قصص تانية ان شاء الله. بس ماما انت بتوريهم؟ اكتر قصة حبيتيها ايه يا فيروز فيهم؟ اما اللي بنقرأها من اللي بنقرأهم يعني قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا يوسف، كلهم قصة سيدنا مش سليمان. عارفة افرق. مش عارفة تفرقي؟ حبيتهم كلهم قوي قوي. طبعا اسيا مفيش حضانة لسه، فانا بجيب لها على التلفزيون، بجيب لها هنا اللي هو الجزء ده. ويعني مثلا هنا كده، ثواني يا بنات. انا عملت ايه؟ هنا كده يحولني على التلفزيون. ليه مش راضي يجي كده؟ يحولني على التلفزيون. لكن لو انا عايزة اشغل الجزء التاني اللي هو التليفون يتوصل عليه، الجزء ده موجود في يوريكا. زوجي جايبه من يوريكا. تقريبا عامله 14 دينار. ان هو زي جهاز صغير كده، يقوم محولك على ايه؟ على التلفزيون كده. هو لقط على الموبايل، بتشغلي الفيديو اللي انت عايزاه يجي هنا على التلفزيون. بصوا احنا كده ما احناش شايفين اي حاجه. هضطر ان انا افتح الفلاش، فمش هعرف بقى اقرا القصه معاكم. فانا هقرا لها قصه سيدنا يونس. مشيت اخترت يونس، وهنحاول بقى ان احنا ننام لان الوقت طبعا اتاخر. هي زي ما قلت لكم هي اتعودت ان هي بتنام متاخر عشان الاجازه، بس ان شاء الله هنظبطها مع بعض عشان تصحى فايقه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، المطبخ عندي بعد الغدا. طبعا الوقت اللي بيكون ابو فيروز موجود فيه ووقت الغدا انا ما بعملش اي حاجه. من يوم ما اتجوزنا عمري ما اسيبه قاعد واقعد اشتغل وانضف واعمل. ده انا ما بعملوش ابدا. لكن هو اول ما بينزل شغله او بيروح لاصحابه او اي حاجه، ببدا انا بقى ايه اقوم واظبط. طبعا فتره الصبح زي ما انتم شفتوا الروتين الصباحي بتاعي، واحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هتشوفوا وانا كل يوم بعمل ايه وبنضف ازاي وبلمع البيت بتاعي ازاي، وده يكون روتين يومي. فزي ما انتم شايفين كده هي شويه كوبايات وشويه اطباق بسيطه، يعني انا هحطهم في غساله الاطباق عشان احنا عندنا نشاط علوم. الوزه بتاعتي الحمد لله نامت. ادلع نفسي بقى. الحمد لله مصليين ومتظبطين. بتغيري هدومك وتظبطي نفسك وشويه بقى مع نفسنا. هذا اسعد لحظات حياتي. بقعد بقى اعمل لي حاجه دافيه كده
والحمد لله رب العالمين انا محدده ورد يومي بقراه. بصراحه لو ما قراتوش بحس ان في حاجه ناقصه كده. ونشوف بقى يومنا ماشي ازاي. احنا كده حطينا الاطباق في غسالة الاطباق زي ما قلت لكم عشان اوفر وقت، مش عشان اكسل، اوفر وقت ان انا اعمل النشاط بتاع المدرسة بتاع فيروز. قولوا رأيكم في اللون. وده كان النشاط بتاعنا. زي ما قلت لكم كانت طالبه 3 اجهزه بيشتغلوا بالكهرباء و3 اجهزه بيشتغلوا بالباتري، فعملت الكشاف والمنبه والريموت بيشتغلوا بالباتري، وده الكشاف والمنبه والريموت. وبعد كده عملت الغساله والمكنسه والتلفزيون، بس التلفزيون تراث قديم شويه عملته اللي هما بيشتغلوا بالكهرباء. وهنا طبعا زي اي ام ببدأ بقى احضر الجدول بتاع بكرة واشيك على كل الكتب موجودة بالدفاتر. انا دايما معودة يعني الدفتر اللي هو الكشكول يعني بحطه جوه الصفحة اللي عليها الدور، وبتأكد ان المقلمة بتاعتها فيها القلم، الاستيكة، البرية، كل حاجتها. دلوقتي يا جماعة جه وقت ان احنا نذاكر، وقصه ممتازة جدا. شوفوا بتفر الكتاب فر، ما شاء الله ما شاء الله. ألف ب ت وقفنا عند الت. لا ده انت ممتاز جدا ممتاز جدا. اتمنى تكون الفقرة اللي احنا عملناها دي يا جماعة عجبتكم، وانتظرونا ان شاء الله في فقرات بهلوانية زي ما انتم شفتوا كده يا حبايبي. الروتين اليومي او بتعامل ازاي مع البنات، او ايه اللي بعمله عشان يوفر معايا وقت عشان اعمل حاجة تانية. طبعا انا ممكن يعني لسه اللانش بوكس لسه طبعا ده يا بعمله الصبح بدري يا بعمله قبل ما بنام لو هنام متاخر، زي ما كنت قلت لكم قبل كده على تنظيم الوقت. ده فيديو حلو جدا جدا هتلاقوه في قناه ام عمر وحبايبها، ازاي تنظمي وقتك ووقت البيت ومع المذاكره. فيديو جميل جدا ان شاء الله يعجبكم، هتلاقوه موجود على قناه ام عمر وحبايبها. ممكن كمان انزل لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف. كمان هشيك على الهدوم، لازم تبقى طبعا مكويه ومتظبطه عشان الصبح ما اقعدش احتاس وادور الكلوم. الشوز بتاعها نضيف ومتلمع، الهدوم بتاعتها مكويه. التوك الشعر انا عامله توك المدرسه لوحدها في بوكس مع الفرشه. ده كل ده انا ببقى ان شاء الله الحمد لله ببقى مجهزاه عشان الصبح طبعا ببقى بس كل همي ان انا افوقها، لانها بتبقى قايمه متعصبه ومش عايزه تروح واليوم بيبقى طويل يا ماما، اليوم بيبقى طويل، اصل انت بتوحشيني. ونفضل بصوا على البؤساء، نفضل على الباب انا وهي، وبابا يقعد لها يلا يا فيروز يلا يا فيروز الاسانسير مفتوح، وهي ماما ما تيجي يا ماما وصليني ورجعي تاني. اقول لها بس اسيا نايمه عشان خاطري يا ماما. فبحاول بقى ان انا ابقى فايقه عشان اعرف افوقها، وربنا يعيننا يا رب جميعا على تربيتهم. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده عشان ما تزهقوش مني، انا عارفه عشان دايما ابقى خفيفه كده عليكم. وان شاء الله الفيديو عجبكم، وهستنى منكم لايكات وكومنت حلو. وزي ما قلت لكم في اول حلقه، البنات اللي اول مره تشوفني اتمنى ان انتي تشتركي معانا وتنضمي معانا لاسره اسرار سندريلا. السلام عليكم. عاجبني قوي الحاجات دي، هتلاقوا عامله لكم منها كتير. بياكل جزر بان ولا بياكل ايه؟ تنسوش اللايكات وكومنت حلو. بحبكم قوي. ام فيروز، السلام عليكم.